كل الوقت يلي كنت فيه بالاعتقال كنت أقول له لروني معوض إنه كل الحق عليك، لأنه لو بقيت طيب لا أنا كنت بالحبس ولا الوطن كان بالحبس وكان الوضع بيكون مختلف. وكنت أعني ما أقول. أنا بقناعتي، هلا قناعتي ممكن تكون خطأ ولا صح، بس هيدي قناعتي. لو روني معوض ضل طيب كانت تغيرت كتير أمور بلبنان، وكنا تجنبنا كتير مآسي وكتير عقبات وكتير صعوبات وكتير كوارث من هي اللي حلت بالبلد من سنة 90 لسنة 2005. وشبه أكيد مثلا على سبيل المثال للحصر، لو روني معوض ضل طيب أكيد ما كان مات. رح بلش أنا بشكل بس هيك كرونولوجي. ما كان مات لا فوزي الراسي ولا رمزي عيراني ولا بيير بولوس، ولا كان تعرض للاغتيال، لمحاولة الاغتيال وزير مروان حميدي، ولا كان استشهد الرئيس رفيق حريري، ولا كل رفاقه ورفاقنا يلي استشهدوا من بعد منه. لو روني معوض ضل طيب كان على كل حال هو مات لأنه كان عم بجرب يعمل هيك. روني معوض مات لأنه كان عم بجرب يطبق اتفاق الطائف كما يجب. كان عم بجرب أنه يبني دولة لبنانية فعلية، دولة عدالة وحق، دولة طائف عن حق وحقيقة. ومات لأنه كان عم بيحاول هالمحاولة. كانت تغير كتير أمور. مثلا لو بقي طيب الرئيس معوض، الانتخابات النيابية أو الانتخابات النيابية ما كانت صارت سنة 92، كانت صارت سنة 94 مثل ما هو منصوص بوثيقة الوفاق الوطني. لو ضل طيب الرئيس معوض كان الجيش السوري انسحب بأول مرحلة للخط المرسوم باتفاق الطائف بصيف سنة 92، وكان انسحب بشكل نهائي من لبنان سنة 97 كمان، كما هو منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني. لو ضل الرئيس معوض طيب كانت بنية الدولة على أسس سليمة، مش على أسس معتورة مثل ما صار، إلى آخره إلى آخره. بتعبير آخر، لو ضل روني معوض طيب كان لبنان يلي نشأ من بعد الحرب بيكون أقرب ما يكون لبنان يلي بيشبهنا. بالنسبة إلي استشهاد روني معوض هو كناية عن حلقة، طبعا لحزن الحظ أنه كانت آخر حلقة بتاريخ الحرب اللبنانية من هالناحية يعني، بس لحسن الحظ. أول شهيد بهالحرب كلنا بنتذكر كان جوزيف أبو عاصي. أول رئيس شهيد بهالحرب كان الرئيس بشير جميل. فإذا بنجي بنحط رسم بياني من هالجهة هيدي، فينا نعتبر أنه الرئيس روني معوض كان آخر شهيد من شهداء المقاومة اللبنانية بنهاية هالحرب. الرئيس الأول كان الشيخ بشير جميل. صحيح استشهدوا كل واحد بظروف مختلفة وبأوضاع مختلفة، بس بنهاية المطاف استشهدوا للهدف نفسه. إن كان الشيخ بشير جميل أو روني معوض، اثنيناتهم سوا استشهدوا لأنه كانوا عم بيجربوا يدافعوا عن لبنان مستقل، فعلا مستقل، عن لبنان سيد، فعلا سيد، عن لبنان ما في سيادة إلا للدولة اللبنانية، وعن لبنان تسود دولة لبنانية قوية قادرة فعليا. بدي أطلب من كل جمهور 14 أذار يتأمل شوي صغيرة باستشهاد روني معوض، تيشوف واستشهاد كمان بشير جميل، تيشوف قديش ثورة الأرز ضاربة بالأعماق، قديش هي ضاربة بالتاريخ، وقديش هي من صلب تكوين لبنان. بهالذكرى بدي أتمنى أنه كل السياسيين اللبنانيين يقتدوا بروني معوض، طبعا مش على طريق الاستشهاد بس، على الصلابة والإيمان والالتزام بالمبادئ يلي هي وحدها كفيلة أنه ترجع تبني لنا وطن، تخلينا بكنف دولة لبنانية فعلية سيدة مستقلة
قوية على أرضها نتفيأ كلنا سوا بظلالها.